اعتبارا منا لمكاسب السياسة المتبعة بمنتخبات الناشئين خلال عقود سابقة. نستحضر ذكريات مباراة ودية جمعت المنتخب الأولمبي المغربي أمام غينيا في إطار التحضيرات لإقصائيات الألعاب الأولمبية بأتلانتا سنة 96 900 وألف بقيادة المدرب نونيز رفاق عبد الإله صابر وعبد اللطيف جريندو. أصبحوا بعدها بسنوات نجوما للمنتخب الأول. صور للذكرى. الكرة تصطدم مع اللاعب محمد كامارا، ومع تولي الدقائق ظهر تفوق المنتخب الوطني الأولمبي بالرغم من الدفاع المتقدم الذي نهجه المنتخب الغيني للحد من تسربات اللاعبين المغاربة. تمريرة عميقة للاعب جيريندو في اتجاه اللاعب الشرجي الذي كان متألقا في الجهة اليسرى. هذا الأخير يمرر في اتجاه اللاعب السايح الذي لم يركز بما فيه الكفاية. مرة أخرى الشرجي كان هو مصدر خطورة المنتخب الوطني الأولمبي، يمرر في اتجاه اللاعب السايح الذي لم يستغل هذه الفرصة. بعد ذلك اللاعب جيناني يقذف وتدخل الحارس كيموكو والمدافع لاي بانغورا. هذه المقابلة عين جمهور لا بأس به. توغل جيد للاعب جيريندو، لكن في آخر لحظة يتدخل المدافع سيكو أومام درامي الذي يبعد الخطر. السرجي مرة أخرى في اتجاه المعترك وقذفة رائعة للاعب صابر وتدخل أروع للحارس كيموكو كامارا الذي يخرج الكرة للزاوية. دائما السرجي في الجهة اليسرى يمرر في اتجاه اللاعب جيناني. الضربة الرأسية لهذا الأخير لم تذهب بعيدا عن مرمى الحارس كيموكو، وعلى إثر تمريرة للاعب العالمي في اتجاه اللاعب السايح يتمكن هذا الأخير من تسجيل الهدف الأول لفائدة المنتخب الوطني الأولمبي. هدف أعطى شحنة قوية لعناصر المنتخب الوطني الأولمبي فيما تبقى من دقائق هذا اللقاء. إعادة إذن لهدف اللاعب السايح. السرجي في الجهة اليسرى لكن هذه المرة يقذف بدون تركيز. ومن الفرص النادرة التي أتيحت للمنتخب الغيني خطأ للاعب العالمي اللاعب مامادوبا بانغورا لم يستغل الموقف، وضد مجرى اللاعب المدافع التونسي يمرر في اتجاه اللاعب إسياغا سوما، وهدف التعادل لفائدة المنتخب الغيني في مرمى الحارس دعكالي حارس مرمى المنتخب الوطني الأولمبي. الشوط الأول من هذه المقابلة انتهى بإصابة داخل كل شبكة. مع بداية الجولة الثانية قذفة قوية للاعب سماح لم